السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم تاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي واخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل مع بعض مكرونة الانسجام اللي بيعملوها كده في مطعم الكشري بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة. ونبدأ ونقول بسم الله. اول حاجة معانا هنا الحلة بتاعتنا او الطاسة او الصينية اللي هتعملي فيها الصلصة، هنحمر فيها البصلاية. طبعا مش هنكتر الزيت، احنا يا دوب حبة زيت محترمين كده نشوح فيهم البصلاية لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. وهنا كنت بوريلكم ان احنا محضرين حلة كبيرة وحاطين فيها معلقتين ملح ورشة زيت كبيرة كده عشان المكرونة بتاعتنا ما تعجنش، وهنسيبهم على النار عقبال ما نحضر البصل والصلصة بتاعتنا. وهنا طبعا في الوصفة هنستعمل كيس مكرونة سباكيتي كبير وكيس مكرونة صغيرة اللي هو حجم نص كيلو، ده كيلو مكرونة سباكيتي وده نص كيلو مكرونة صغيرة. هنكسرهم كده زي ما انتم شايفين، المكرونة بنكسرها نصين مش بنخليها صغيرة على الآخر زي بتاعة الكشري، لا زي ما انتم شايفين يا دوب هي نصين. وهنسلقهم مع بعض في قلب الحلة لما المية تسخن، وهنرجع للبصل بتاعنا. ومش هنسيب البصل طبعا عشان احنا مش عايزين الوصفة بتاعتنا تبوظ مننا، هنفضل نقلب لحد ما يطلع لنا اللون الذهبي او اللون اللي احنا بناكله في الكشري. لون البصلة تبقى لون اللي احنا بناكلها في الكشري كده. بعد ما ياخد اللون الذهبي اللي احنا محتاجينه زي لون بصل الكشري، هنشيله كده في طبق على جنب. وهنبدأ نعمل الصلصة بتاعتنا ان شاء الله. طبعا في نفس الطاسة اللي احنا كنا بنعمل فيها البصل، وفي نفس الزيت بتاعه، لان احنا عايزينه يبقى نفس الطعم ونفس الريحة في الصلصة بتاعتنا ان شاء الله. هنزل كده بحبة صلصة احنا كنا مفرزينها في الفريزر، وطبعا لونها احمر وجميل. هنحط عليهم حبة مية والتوابل بتاعتنا عشان يبدأوا يتسبكوا من اول وجديد في الوصفة بتاعتنا. هننزل هنا كان عندي مكعب مرق، احنا حطينا لو انت هتعملي كمية قليلة حطي مكعب واحد، انا حطيت هنا مكعبين طبعا لان احنا عاملين كيلو ونص مكرونة. فنزلنا هنا بمكعبين مرق ورشة فلفل أحمر عشان يعزز لنا لون الصلصة، وملح وفلفل أسود ده شيء أساسي في المكرونة. وزي ما انتم شايفين فرفتنا البصل بتاعنا اللي احنا طلعناه، مش عارفة واضح في الكاميرا ولا لأ، فرفتناه كده بطريقة سهلة وبسيطة بصوابع ايديكي، مش محتاجة. ولو عندك شوكة أو في ناس بتعملها في الهون كده بتدقهم، هي مش محتاجة، انتي هتهرسيهم كده بإيديك هيتفرفتوا معاكي بمنتهى السهولة. وهتنزلي عليهم كده في قلب الصلصة، وهنقلبهم ونسيبهم طبعا يتسبكوا لحد ما تاخد اللون الغامق بتاع الصلصة اللي احنا بنشتريها من بره. طبعا احنا بنشتري الطبق ده من المطاعم، من مطعم الكشري، بتبقى الصلصة بتاعت المكرونة الصلصة لونها غامق، وده هو السر بتاع المكرونة الانسجام، ان هما بيعملوا البصل كده بيرجعوه في قلب الصلصة فبيديله اللون الغامق بتاع الصلصة. هنسيبها كده لما تتسبك. في ناس بتحب تحط عليها رشة من الخل وفص ثوم، انا الصراحة ما حبيتش ان انا اعمل الحركة دي، انا عايزة ناكل حاجة سهلة ولذيذة وفي نفس الوقت طعمها مقارب للمطعم بإذن الله، وهتكون احلى من المطعم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين المكرونة بتاعتنا مفلفلة، ورشين عليها كده تحت الحنفية رشة مية عشان ما تلزقش ولا تعجن منك. وهتنزلي عليهم بمعلقة سمن وتقلبيهم على على البوتاجاز. طبعا احنا رجعناهم الحلة تاني بعد ما صفيناهم من المية بتاعتهم وحطيناهم معلقة سمنة، وهتقلبيهم كده وننزل عليهم بالصلصة بتاعتنا بعد ما اتسبكت. وزي ما انت شايفة الصلصة بتاعتنا لونها غامق وجميل زي اللي بتشتريها من المطعم بالظبط. العلبة دي طبعا بنشتريها الكمية كلها، احنا عملناها بتمن علبتين زي ما بنشتريهم من بره، لكن احنا عملنا ادي حلة كبيرة وهتكفي الاطفال كلها. كل اللي هيحتاج هيفتح الحلة كده وياخد اغرفلهم في الاطباق وان شاء الله. وزي ما انتم شايفين لو انت مش حابة تعملي الخطوة دي براحتك. في نفس الصلصة هتحطي طلعت حبة كفتة عشان اعمل لهم القيمة الغذائية بتاعة الكفتة، وحمرتها كده ونزلت فيهم في الصلصة. وطبعا عملت لهم حبة بطاطس وعليهم حبة كاتشب عشان يبقوا اكلين اكلة كاملة متكاملة. عايزة توقفي لحد الخطوة دي ان انت عملتي المكرونة
بالصلصة للأطفال بس، يبقى هتدّي لهم الطبق ده، هتغرفي لهم الطبق ده. عايزة تعملي نفس اللي أنا عملته وتحمّري حبّة كفتة، إحنا طبعًا كفتة الرز دي إحنا عملناها قبل كده مع بعض وفرّزناها في الفريزر، يا دوب طلّعت العلبة وحمّرتها في قلب الزيت، وأخدت شوية صلصة من اللي إحنا عملناهم عشان يبقى الطعم متوازن، وحطيت فيهم ال الكفتة بتاعتنا لحد ما طريت زي ما انتم شايفين كده وبقت جوسي وجميلة، والمكرونة بتاعتنا تحفة الصراحة زي ما انتم شايفين كده مليانة صلصة، والصلصة بتاعتنا حمرا ولونها غامق كده زي ما بنشتريها من المطعم، والحمد لله وصفة سهلة وناجحة بإذن الله. وادي الكفتة كنت بوريكم الكفتة اللي احنا عملناها مع بعض وفرزناها. ويلا كده دي كانت أكلة النهاردة ووصفة النهاردة، ولو عجبتك ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة، وبألف هنا وشفا لكم ولينا، ومع ألف سلامة.